مفيش شك خالص ان كل جماهير الاهلي بتحب حاجه اسمها وسام ابو علي من اول لقطه ومن اول هدف جابه، لان اللاعب موهبه فعلا كرويه وكل حاجه. لكن انت يا وسام ابو علي بتلعب مع النادي الاهلي وبتلعب بالنار، يبقى انت كده هو دخلت منطقه الخطر، لان النادي الاهلي فوق الجميع. بص لغيرك، بص لغيرك ايه اللي حصل له من اللعيبه اللي قبلك قبل كده. انت عقدك ممتد لسه بدري مع الاهلي، وبعدين مطلوب منك اللي انت تبقى لامع وتجيب اجوان وهداف وكل حاجة. مش عشان في كاس العالم للأندية جبت لي 3 اجوان؟ طب ما انت قبليها كنت برضو فاصل خالص وبقالك فترة كبيرة ما بتجيبش اجوان والاهلي صبر عليك. بص الحاجات دي كلها، وبعدين خد بالك من حاجة مهمة. بص اللعيبة اللي قبلك ايه اللي حصل لها. رمضان صبحي جه من بره وكان حاجة رهيبة. تعال بص اللي حصل له ايه، ان هو راح نادي بيراميدز، حب يتنطط على الاهلي. الاهلي قال له مع السلامه. ياما ياما اتحايل ان هو يجي الاهلي والاهلي رفض. بص لعبد الله سعيد، عبد الله سعيد اللي كان بيغني له مدحت شلبي مع كل جون بيجيبه بيقول له عبد الله يا اخويا سماح. فين عبد الله سعيد دلوقتي؟ اتنسى. بص للحضري اللي كل ما يطلع في برنامج هيعيط عشان يجي الاهلي والاهلي يرضى عنه. كله لعيبه كتيره وغيره وغيره. ما ينفعش تلعب مع النادي الاهلي وتقول مش هروح التدريبات، لان الاهلي فوق الجميع. في النهاية الاهلي هيتمسك بكل حاجة ويحط عليك غرامات، وانت اللي هتخسر كل حاجة غصب عنك. هتبدأ تلتزم، يا اما الاهلي هينسيك الكرة خالص. ليه؟ لان انت في عقد بينك وبينه، هو العقد شريعة المتعاقدين. يبقى الاهلي ما ظلمكش، انت اللي بتظلم نفسك. كون ان الاهلي ما يوافقش على عقد جاي لك دي براحته يا عم. كون ان الاهلي يوافق او ما يوافقش على عقد جاي لك من بره، دي حاجه ترجع لاداره النادي. انا بيني وبينك في مده معينه زمنيه تقضيها في النادي وتلعب فيها، غير كده لا. كون بقى ان انت يجي لك عقد والاهلي يقول لك لا، دي حاجه براحته هو، مش براحتك انت، او بالتساوي مع الناديين. لكن غير كده انت كده بتلعب بالنار. وكل جماهير الاهلي طبعا مع النادي الاهلي وضد وسام ابو علي، لان الاهلي وجماهيره عمرهم ما بيبقوا على لاعب ما اشتراهوش. لكن اللاعب اللي بيشتريه الاهلي بيشيله في عينيه. في سنه من السنين علاء ميهوب اول ما صالح سليم نقى 6 لعيبه وقال اللعيبه دي كبرت يا جماعه ولازم تعتزل وينزلوا قطاع الناشئين، في اللي مشي واللي زعل واللي التزم. من ضمن الناس اللي مشي كان علاء ميهوب، راح نادي الاولمبي. مع اول ماتش للاولمبي مع الاهلي الكره تيجي لعلاء ميهوب ويجيبها جون. عمل ايه علاء ميهوب؟ وراح طالع بره الماتش وقعد يعيط وقال لهم مش هكمل تاني، لان ده النادي بتاعي اللي عشت سنين وانا بلعب فيه باخلاص. دي اللعيبه المخلصه. حسام حسن ذات نفسه، حسام حسن لما سابت البطل قال له يا حسام انا هجدد لك، لكن بالنسبه لاخوك ابراهيم مش هقدر اجدد له ولا حتى ب5 جنيه. لان كان فعلا المركز بتاع ابراهيم حسن الجناح الايمن محتاج مجهود، وابراهيم كان خلاص فصل شحن اصلا، هو ادى للملاعب كام سنه وخلاص. لكن حسام حقيقي كان موهبه كرويه، وهو ما ظلموش. مثلا ساعتها قال له هنجدد لك يا حسام، قال له لا انا واخويا اللي بلاش. قال له لا شوف مصلحتك، الكلمه الشهيره في الكره المصريه. قال له شوف مصلحتك يا حسام. فاصبح ان النادي الاهلي ما بيظلمش حد. اكيد في صفقات وقعت منه، اكيد في صفقات خانوا التقدير فيها ان الناس دي كانت كويسه، زي كريم الدبيس لعيب جميل جدا جدا جدا، ومن الناس اللي انا زعلان عليها ان هي مشيت حتى لو على سبيل الاعاره. كان لاعب حلو قوي قوي قوي. بس الاهلي اكيد اما يبدا يلعبه وينشطه بره هيبدا يجيبه تاني، لان الاهلي بيحب يتمسك بولاده. لكن اللي انت تبيع النادي، طب انا هبيعك ليه؟ طب انا هشتريك ليه؟ طب انا هبقى عليك ليه؟ اما انت في اول محطه يا عم وسام الاهلي لمعك وانت بتتنطط. انت كنت ايه قبل النادي الاهلي اصلا؟ ما تنكرش ان الاهلي قدمك للعالم بصوره غير اللي انت كنت فيها خالص، ووصلك لابعد الحدود للنجوميه. يبقى انت الطبيعي اللي انت ترد الجميل للنادي الاهلي. في بينك وبينه عقد، كل اللي احنا اختلفنا في نص السكه، يبقى اللي يلتزم بيه ايه؟ العقد. نرجع للعقد، والعقد بيقول اللي انت تكمل مع النادي الاهلي. لكن سياسه لوي الدراع وانا مش هلعب اصلي زعلان اصل ولا ينفع مع النادي الاهلي الكلام ده كله. الاهلي كبير، بص ولا بص قطر ماشي وبيشوط اي حد قدامه. ليه؟ لان الاهلي فوق الجميع. بص للكباتن الكبار واسال كده مصطفى يونس. مصطفى يونس ده كان كابتن في يوم من الايام على الخطيب ولاعيبه كتيره. بص دلوقتي الاهلي شطب عضويته. ليه؟ مجرد اللي انت تخبط في رموز النادي الاهلي او في الاهلي
يبقى خلاص شكرا. وهكذا الاهلي ما بيقفش على اللاعب. انت بتتكلم على سياسة جماهير ونادي وادارة ولاعيبة وبطولات وانجازات، ان الاهلي رقم واحد مش رقم اتنين. انت بتتكلم على حاجة اسطورية وهو النادي الاهلي. فاكبر خطأ عملته في حياتك اللي انت تلعب بالنار مع النادي الاهلي، وتبدأ تلعبهم وتقول لهم لا مش هلعب اصل مصاب، او ما ردش على التليفون، او الكلام ده كله، او ما تنزلش التدريبات. في النهاية انت الخسران مش الاهلي. الاهلي زي ما بيصنع نجم يصنع الاف النجوم. الاهلي زي ما بيقولوا مصنع النجوم. في لاعب بيجي نجم زي ما هو والاهلي بيلمعه زيادة، وفي لاعب بيبقى مغمور ومنسي وبتزداد نجوميته. عشان كده بقول لك النادي الاهلي اخطر شيء تعمله في حياتك اللي انت تلعب مع النادي الاهلي. وبعدين انت في الاهلي عايز ايه؟ كل اللي انت عايز تسيب الاهلي براحتك، لكن تلتزم بالعقد، لان العقد شريعة المتعاقدين. رسالة مهمة لوسام ابو علي، خد بالك انت بتلعب مع النادي الاهلي، يعني بتلعب مع احلى واجمل واقوى واحلى ادارة وجمهور في الشرق الاوسط، وانا بالنسبة لي في العالم كله، وهو النادي الاهلي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكون رسالتي وصلت لي وسام ابو علي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.